ومرة تانية رجعنا لكل حضراتكم بعد الفاصل وفقرة واحنا لسه في مشوار ورحلة ازاي نعرف نتعامل مع اولادنا ونوصل بيهم لبر الامان، على ما نوصل ان شاء الله لفقرة التعافي من تربية ولادنا والوصول بيهم لبر الامان. في جملة بقينا نسمعها كتير جدا من الامهات، وانا منهم وحضرتك منهم وحضرتك منهم وكده. اللي بيعمله ابني المراهق ده طبيعي في السن ده؟ يعني هو تصرفاته طبيعية ولا في حاجة غلط؟ ولان المراهقة فترة صعبة ومختلفة، فبالتأكيد يعني هي مختلفة من طفل لطفل أو من مراهق لمراهق. وكمان لأن أكتر حاجة ممكن تقلقنا الفترة دي هي السلوكيات أو التصرفات غير المتوقعة اللي بتبقى ساعات أوفر، ومش بس ساعات، ده كتير من الأحيان بتبقى أوفر وغير متوقعة. فعشان كده أمهات كتير بتسأل إيه اللي لازم نعتبره عادي من ولادنا في سن المراهقة، وإيه اللي مش عادي ونقف عنده، وإزاي نتصرف مع المراهق لما يعمل سلوكيات مش متوقعة. طبعا ده اللي هنتكلم فيه في هذه الفقره مع ضيفنا اللي منورنا الاستشاري العلاقات الاسريه الاستاذ يحيى فؤاد. واهلا بيك، يعني منورنا ومنور الدنيا كلها، وكالعاده بتجي لنا في وقتك واحنا بنفيص خلاص من ايه واحنا داخلين على اجازه خلاص، احنا داخلين على اجازه. اهلا بحضرتك يا استاذ يحيى. وليه ايه اللي حصل؟ يعني ليه المراهقين بتوع دلوقتي تصرفاتهم بقت مختلفه تماما عن جيلنا لما احنا كمان كنا مراهقين؟ بص، في جزء كبير جدا هو مشابه بس احنا نسينا، وفي نفس الوقت احنا بنبقى عايزينهم بيرفكت. احنا للاسف احنا كنا كده، جزء كبير مننا كان كده وهو صغير. صح. ولما تسالي ماما وبابا على فكره انت كنت بتعملي نفس اللي بيعملوا، يعني الجمله دي هتسمعوها كتير جدا من ابائنا، واحنا ما بنبقاش واخدين بالنا. وفي نفس الوقت احنا دايما طول الوقت رابطين تربيه ولادنا بينا. لازم ابني يبقى بيرفكت فانا نجحت. صح. دي من ضمن المخاطر اللي بربي. هي بصوا، في فرق كبير جدا. اللي بيربي ده بيربي بأني طريقه، بيربي ازاي؟ بيربي وهو مستمتع وعايز وين سيتويشن، هو يبقى مبسوط وانا مبسوط، ولا بيربي وعنده عقد، ولا بيربي وهو خايف، ولا بيربي وهو مرعوب، ولا بيربي وهو خايف على شكله قدام الناس، ولا بيربي وهو خلصان ومسلم نمر اصلا ومش لاحق يربي، وبيربي وهو متكسر، اللي هي مطلقه وبتربي لوحدها والدنيا بالنسبه لها خيال علمي. يعني التربيه بالنسبه لها المراهق في الوقت ده خيال علمي، او ما حدش بيربي اصلا، بقى مشغولين زي ما بنقول دايما. ساعات الام والاب بقى مشغولين بجمع المال. طبعا هم مقتنعين انهم بيعملوا صح عشان يامنوا مستقبل اولادهم، لكن في الحقيقه الاولاد ما بيبقوش ده اللي محتاجينه. دي حقيقة. محتاجين كواليتي تايم. دي حقيقه. في فرق كبير جدا. زمان كانوا يقول لك الدنيا بتربي، انا امي كانت تقولها لي اللي ما يربيهوش الاهالي يربيه الايام والليالي. بس عايز اقول نقطه مهمه جدا، الدنيا اختلفت طبعا عشان نبقى واضحين. تربيه الايام والليالي تبقى تربيه ممكن تؤدي الى مصايب سودة. لا مش هعتمد عليها بالظبط. وفي نفس الوقت زمان كان البيت هو الوحيد اللي بيربي، المجتمع كان قليل قوي ومشارك في تربيه ولادنا. النهارده الاهل، السوشيال ميديا، ترندات، المدرسه بأني مدرسه بقى، فالمنطقه، المجتمع اللي في المدرسه مش المدرسه. لا وعمنا جوجل ما تنساوش، ده اللي بقى يربي فعلا مثلا. فالفكره هنا بقت ايه؟ ما بقتش انا الوحيده المصدر في حياه ولادي. صحيح. ودي مهمه جدا لازم نفهمها. طب يمكن ده بياخدنا لنقطه مهمه جدا كنت بتناقش معاك اثناء الفاصل. يعني كنت بقول لك انا مثلا لو مش بنتي، بس لو بنتي لمضه في ردودها، اوكي، فاكتشفت او افتكرت ان انا فعلا انا كمان كنت كده وانا صغيره، انا كنت مكمله في اللمضه، يعني ده شيء ما نعترف بيه. انما النهارده لما احب اشوف اقول طب ايه السلوكيات اللي لا احنا ما كناش كده ولازم نقف عندها وقفه ونبدا ندور ونشوف ده رايح بينا لفين. ايه انواع السلوكيات اللي ناخد بالنا منها؟ طيب بصي، في حاجات، وانا بشكركم جدا على اختيار الموضوع ده، لان الموضوع ده مهم قوي. لان معظم الاهالي في حاجات ما بيبقوش فاهمين ان ده طبيعي بين قوسين. أيوة. ده على فكره طبيعي والغير طبيعي، ده طبيعي. وفي فرق بقى، لا احنا محتاجين تدخل من حد عارف حاجه، فاهم، يقدر يساعدنا في تربيه ولادنا. الطبيعي هو تغير الهرمونات عند ابني، فتلاقيه عصبي، فتلاقيه ردود افعاله ما بقاش زي الاول. الولد الطفل اللي بقول له خش نام الساعه 10 بالليل فبيقول حاضر، ده طبيعي. حد لسه بيكتشف نفسه، حد لسه بيحاول ان هو يقول انا موجود. يعني انا طب انزل هات لنا، انا مش عايز انزل ومش هينفع انزل ده طبيعي. ليه؟ لانه ابتدى يحس ان هو ايه، مش الطفل الصغير. يعني. طبيعي جدا ان هو يبقى قاعد مثلا على السوشيال ميديا اكتر شويه. ولكن
اللي مش طبيعي هو الانعزال التام عن البيت وهو موجود في البيت، ودي نقطه مهمه جدا. اللي هو ما بيخرجش من اوضته، ولا اللي هو ما بيتكلمش معانا، ولا اللي هو قافلين على نفسنا الاوضه، قاعدين قدام الموبايل، قاعدين مخضوضين طول الوقت، هو ملوش صوت، ممكن يقعد وجبه واثنين وثلاثه ما ياكلش. هو عايش في عالم موازي. ده مش طبيعي. مش طبيعي ان يظهر صحاب جداد شكلهم مريب. صح. دي مش طبيعي. او مش مريب، مجرد ظهور صحاب جداد في مرحله سنيه لهم من المجتمع المدرسي اللي احنا عارفينه ولا من النادي اللي احنا عارفينه، هيبقى شكلهم مريب برضه. هو دايما اللي بره المدرسه يعني هيبقى شكلهم مريب برضه. هو جايين منين؟ مدرسه ثانيه. من مدرسه ثانيه انا شكلها والله مريب. بكلمكم يعني عن انا يعني ماشي، عن بس أمر لو واقع. لا انا بدينا ايه يعني مش لازم، بس هو الفكره مش فين؟ مش غريب، بس انا مش عارفه خلفيتهم ايه. هو ده غريب زي عليا ولا لا؟ غريب عليا. خلينا نقولها مش شكله غريب، لان هم معظمهم ولاد ناس جدا. بس هو غريب عليا انا. ولا هو من المدرسه، ولا هو من المنطقه، ولا هو من الاهل، ولا هو حد ظهر. فكره العصبيه والتبجح لا داعي. يعني مش مستاهله. وانت ليه مأفور في الحته دي؟ وانت ليه مزودها شويه؟ الحتت التانية بقى اللي هي ايه، الاتيتيود بتاع ان ممكن يمد ايده، ممكن يزعق وما يهموش وما بقاش شايف ايه اللي بيحصل. مين اللي قدامي مش فارق معايا، ده بابا ولا ماما مش فارق معايا ده. طب في الحته دي بس سؤال صغير، مثلا واحنا صغير، يعني انا ما بقولش ان احنا مع العنف طبعا، ده مرفوض، بس ممكن معظم الامهات في موقف او في خلاف مع العيال وهم في سن 6 7 سنين تقوم ايه قرصاه زقاها من كتفها بالراحه كده بالراحه. لما يبدا بقى الولد او البنت الام تيجي تعمل نفس التصرفات، نفس الزغره، نفس القرصه، هيتردلك. يقوم هتتردلك. ده طبيعي؟ لا مش طبيعي. ما هو هنا احنا ايه للاسف، هو احنا اصلا اللي مش طبيعي. البدايه عندك. انت ما ينفعش ابتدى يكبر دلوقتي تقومي القرصه، هو كبر خلاص. العيل الصغير بقى ساكت. بس كبر واعي ان انا امه، انا مش واحد صاحبه. صاحبه. ما هو الام ما عندكيش البرميشن ان انت طول الوقت تهينيه، لان هو بيعتبرها اهانه. هي مش اهانه، بس هو بيعتبرها اهانه. هو بيعتبرها نفس اهانه. قصه ان هو مثلا في سن الاعدادي وانا عماله اديله منهج KG2 عشان يقعد يذاكره. ما هي بالظبط. انت لسه على قديمه. بالظبط. انت كمان لازم تستوعبي ان هو اتغير. فانت لازم تمشي معاه بنفس النهج بتاعه. يعني رد فعله ساعتها ان هو يزقه يزقني او ازقها تزقني، ده عادي؟ ده مش طبيعي يعني يزق يعني. بس هي الفكره فين؟ بصي الحته دي مهمه جدا، ان احنا ايه يعني بلاش نبهدل نفسنا في الحته دي، يعني بلاش نقل من نفسنا. عشان من الاخر يعني بلاش نقف طبعا قدامهم. الكلام موجه لصديقاتي اللي عارفين نفسهم، اللي بقول لهم ما تعملوش كده. ايوه. بلاش يعني ايه نحط نفسنا في مواقف بايخه. طيب انا عندي يا دكتور يعني نوعين من المدارس. في الاهل اللي بيؤمنوا بالتربيه الحديثه، يقول لك لا انا طبعا ما عنفش ابني او ما مدش ايدي عليه او ما اعملوش عقاب واحبسه واخد منه الموبايل والكلام ده، لان دي رحلته في الحياه لازم ياخدها بكل مساوئها وبكل مميزاتها ويبتدي ياخد خبرته من الدنيا. في ناس تانية تقول لك لا، ده انا على قديمه، ده انا احبس واخد الموبايلات وامنع مصروف وممكن كمان يعني اعنفه بشكل شديد، ما فيش عندي الكلام ده. فايهم الصح؟ طيب العلم والخبرات عملت نتيجة ان لو احنا ابتدينا نعنف وناخد ونكسر ونوجع، ده على المدى هيأذي الطفل ويطلع عيل مشوه نفسيا. ومعظمنا تشوه بسبب التربية اللي حضرتك بتقولي عليها النهارده، زيادة عن اللزوم. يعني بصي النهارده الدنيا اتفتحت، فأي حد عايز يعمل أي حاجة ده يا ريت كل أب وكل أم يسمع الجملة دي، مهمة قوي. صح. أي حد من ولادك عايز يعمل أي حاجة هيعملها. 1 2 عندهم جلد إن هو يصبر. خدت منه الموبايل شهر 2 3 في الشهر الرابع أنا هعمل اللي أنا عايزه. عنده جلد. مش هتعندني يعني، بلاش نخش في عناد، احنا خسرانين. ما هو انا اب مالهمش ماسكه. لا ليهم لو احنا عملنا حاجات معينه. يعني انا ضد كلمه ايه تربيه حديثه وتربيه. ليه؟ التربيه اللي بيسموها حديث النهارده هو الابديت بتاع زمان، بس موازي للي بيحصل او مواكب للاحداث. يعني زمان ما كانش فيه موبايل، زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا، التطور التكنولوجي. بالظبط. فهنا احنا ابتدينا نقول ايه يا جماعه، ابنك النهارده حاول تتعامل معاه مش صاحب قد ما تقدر تتعامل معاه بحب واحتواء، ان هو يتكلم معاك.
دي بدايه عندك انت، ان ابنك تديله البراح ان هو ياخد ويدي معاك. الاولاد النهارده بقوا جرأة، احنا ما كناش جرأة. فاقبل ان ده ابديت جديد، ان ابنك يتجرأ ويقول لك لا انا مش هعمل كذا. احنا بنتكلم بقى في جين زي وجين الفا، وفي جين بيتا بدأ يطلع دلوقتي في الاجواء. طب انا عايزه اطلع فاصل، بس قبل الفاصل في سؤال مهم جدا النهارده. للاسف السن اللي ممكن الابن او البنت يقعوا فيه في ادمان المخدرات ما بقاش 15 و20 وكده، بقى 11 و12. دي حقيقة. فازاي نحمي ولادنا، وازاي لا قدر الله لو في حاجه من الحاجات دي، عرض من الاعراض ظهرت، اخد بالي ان بنتي او ابني بيخشوا في سكه غلط؟ طبعا الاجابه محتاجه وقت، وطبعا احنا هناخد الاجابه بتاعت حضرتك. نطلع فاصل، بعد الفاصل نطلع فاصل ونرجع. اهلا بحضراتكم من جديد، ولكل انضموا لنا من جديد. احنا بنتكلم عن مشاكل المراهقين في العصر الحالي ونتعامل معاها ازاي، وبنرجع تاني لضيفنا في الاستوديو استاذ يحيى فؤاد، استشاري العلاقات الاسريه. استاذ يحيى، كنا قبل الفاصل سالنا سؤال، وهو بصراحه ده الكابوس الاكبر الاعظم اللي بيخوف معظم الاهالي، بالذات في العصر اللي احنا فيه مع انتشار بقى كل حاجه بقت مباحه وسهله الوصول اليها. الادمان او الدخول في سكه المخدرات اللي ممكن يوصل لاعمار صغيره على مستوى العالم دلوقتي 10 و11 و12. اخد بالي ازاي بدايه كوقايه، وايه الاعراض اللي اركز فيها ان دي ممكن تكون مؤشر ان بنتي او ابني بيجربوا حاجه من الحاجات دي؟ طيب انا بشكرك جدا، لان من ضمن الحاجات المهمه اللي احنا محتاجين نقولها ونتكلم عنها وندي وعي للناس. احنا للاسف ما بنجيش نشتكي الا ساعه لما بشوف ابني خرب الدنيا، وكأن انا مش عايز اصدق. بشتكي بعد وقوع المشكله، بعد ما يعني لما بتجيلي حالات بعد ما وصلنا للادمان والسرقه وابتدينا ان خربنا الدنيا. فاصل انا ابني بياخد مخدرات. ايوه، في بوادر قبل كده. ايوه، لازم نتكلم عنها ولازم نقولها. لو انت حسيتها الحق بسرعه، ابتدي اتعامل مع ابنك مع متخصص يساعده قبل ما نوصل لهنا. عالج بدري. اول حاجه من ضمن الحاجات اللي محدش بيتكلم عنها هي عدم وجود الاب في حياه ابنه. ليه؟ لان لجوئي للمخدرات انا عايز احس منها بالامان. المخدرات ليها علاقه بالمشاعر. احنا كده هنرعب كتير ستات من المطلقات والمنفصلات والاباء المختفيين بمزاجهم. نترعب ونروح لناس اهل ثقه ونتعامل معاهم ويساعدونا، احسن ما نيجي قدام شويه نعيط هل احساس بالامان ولا هروب؟ يعني دايما تعاطي الكحوليات او المخدرات، المواد المخدره، بيتقال هو هروب، يعني بيبقى الانسان مضغوط زعلان مش قادر يواجه المشاعر بتاعته فبيهرب. هديكي كذا مشاعر مهمه جدا المدمن او اللي بيشرب مخدرات بيلجأ لها. اول حاجه مشاعر الخوف. المخدرات بتقوي القلب. فانا طول الوقت خايف لان انا ما كانش عندي سند. تاني حاجه فكره الاحساس بالامان. انا مطمن وانا شارب مخدر، انا فاقد الوعي، فانا حاسس بطمأنينه جوايا او خايف قوي، يعني حاجه من الاثنين. الحاجه المهمه جدا 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 وهي فكره ايه؟ انا باخد مخدرات وانا متخيل ان انا عايز اهرب من الواقع بتاعي. انا مش مبسوط بيه، فانا عايز اهرب منه. من الحاجات المهمه جدا في تعاطي المخدرات في الاول وفي الاخر هي يعني عشان كلنا نبقى فاهمين، هي بتدي مشاعر معينه. فالمشاعر اللي هي انا مش لاقي نفسي في وسط المجتمع بتاعي في البيت، فلو شربت مخدرات احس ان انا كينج. ممكن نضيف كمان جرأة العيال الصغيره دلوقتي، هم عاوزين يجربوا كل حاجه. يعني ممكن ما يكونش الاب غايب ولا في احساس بعدم الامان ولا في احساس بالخوف، بس انا قابلت حد من المحيط بتاعي دايرتي جرب حاجه جديده، فانا كمان انا جريء. طيب بصي هفاجئك، مفيش حد متربي في بيت سوي هيبقى عايز يجرب حاجه، عشان بس يعني قليل نادرا. طب ما تعالى كده نديفاين البيت السوي. البيت السوي حتى لو الاب مش موجود، بس في ام بتعمل دورها الحقيقي بجد، وفي اب من بره البيت بيتعامل كويس. بيتعامل كويس كأب، بيتعامل كويس كدور الاب. لان احنا لما بنغلط بنخلط
دور الام بياخد دور الاب، الدنيا هنا بتبوظ. يعني لا الام تنتقم من الاب انها تحرمه من العيال تحرمهم منه، ولا الاب يطلق الام بالعيال. بالظبط. طيب ماشي. فهي مهمه جدا ان انا كاب اتعامل بجد بما يرضي الله مع ابني طبعا. حتى لو انا منفصل. درع امان. فكره ان انا جنبك، انا معاك، اروح المدرسه اتعامل معاه اقول له انا في ظهرك. فكره انا في ظهرك، انا امان، انا بيروح يتمرن في حاجه اروح اتفرج عليه. فكره ان انا ابويا موجود في حياتي دي مهمه جدا، حتى لو في انفصال. يعني ما انا بقول لك اهو، انا جبتش اللي عايشين مع بعض. انا بما ان هبه قالت لي المنفصلين هيزعلوا، صحيح. ولكن انا هيخافوا مش يزعلوا، او يخافوا في منهم غصب عنهم مش او بإيديهم. يخافوا. فهنا اب او ام محتاجين نقوم بدورنا الحقيقي حتى لو احنا مش موجودين مع بعض. انا يا استاذ يحيى ساعات بحس بحاجه كده، بحس انه حتى لو الام والاب عايشين مع بعض وظروف مثلا شغل الاب ان هو بيبقى بياخد اجازات على فترات بعيده قوي عشان يجي يزور البيت او كده، فانا بشوف ان الام بتصمد لسن معين تبقى عامله كنترول، في بقى سن معين عند البنت وعند الولد لا الاب لازم يتدخل. طيب في عجاله بسرعه كده عشان وقتكم. الاب والام في سن معين من سن يوم ل7 سنين ده بتاع الام، مش كده برضو؟ حلو. 7 سنين ل14 سنه ده بتاع الاب، ده عند الولد والبنت. عند الولد والبنت. احتياجاتنا كولد وبنت بتتاخد من الاب في الحته دي في الوقت ده من 7 ل 14. 14 فيما فوق دور الصحاب هم المؤثرين في حياه عيالنا. طيب المعلومه دي لازم تتكتب على كل جدار بيت فيه اطفال. ليه؟ لان من 7 سنين الاب لما هيعمل دوره مها في تربيه ولاده. بمعنى ايه؟ هاخده معايا نصلح العربيه، هاخده معايا نروح نلعب ماتش، هاخده لما هتبقى موجود في التوقيت ده بفترات معظم الاباء عندهم جهل، انا اسف، في ازاي يتعاملوا. يعني انا لما بيجي لي حاله او بيجي لي ناس بتعامل بقول له طب تعالى بص خده معاك كذا وخده معاك كذا وخده معاك، بعد اسبوعين والله يقول لي تصدق العلاقه فرقت قوي، تصدق انا اول مره اشوف ابني فرحان، تصدق انا عمري ما حسيت الاحساس ده. يعني بيصاحبه مش بيصاحبه، بياخدوا انا بابا بس بنروح مع بعض نخرج، انا بابا بس بيشاركوا مشاركه، خلينا نقول مشاركه. لكن انا ضد ابني صاحبي، لان احنا مفهوم عندنا الصحاب ان احنا نحكي لبعض اسرار، والعيال احنا بنسقط قدامها لما بنحكي اسرار. ونفس الشيء لو بنت انا كأب باخدها معايا مثلا اعزمها على كوبايه عصير، اتعشى معاها مره بره، فتحس ان انا نموذج الاب ده حمايه وسند وانا وهي بس مش انا وهي وجمع. يعني انا لما بقترح على اب خد الولد او البنت لوحده وخدوا خرجوا كده اشربوا عصير. هو حضرتك قلت لحد سن 14 من 7 ل 14 مع الاب، من 14 بقى طالع مع الصحاب اللي هم بيقابلهم في الحياه. فعشان كده بقول يا جماعه ارجوكوا الصحاب مهمين لان هنحتاجهم قدام. صح. فلازم نحتوي. اعزمي صحاب ابنك في بيتك وخلي باباهم يلعب معاهم بلاي ستيشن ويقعدوا وانت مين وانت. ايوه الجو يعني ده ربيهم شويه صغيره كده وانت بتربي عيالك. الله ينور عليك. ليه؟ تعمليها. هتبقى شايف ثقافه ان ابني انا اعرف صحابه. طيب دي اهم العناصر اللي لازم نحصن بيها اولادنا. اذا بقى بنتكلم عن اعراض، نفترض بقى حد رجليه جت. طيب حد رجليه جت وغرزت، فهنبتدي نشوف. جت في الاول لسه ما غرزتش. في الاول طيب هنبتدي نشوف نوم زياده كتير قوي، هروب من القعدات، هروب. في فرق بين ان انا تعالى نروح لعمته، لا انا مش هروح لعمته معاكم المره دي، انا رحت معاكم المره اللي فاتت، ده طبيعي. لكن انا رافض اتعامل معاكم ولا اروح في حته ولا اخرج معاكم، انا مش عايز، انا خايفه اتكشف. انا طول الوقت حاسس، يعني لما تيجي تبص في عينيه هو مش هيبص في عينيكي، هيبقى طول الوقت بيحاول يداري وشه. فلوس كتير، مطالب للفلوس كتير بدون مبرر. ماما شوفي لي معاكي مبلغ قد كذا، انا لسه مدياك معلش محتاج، اصل انا هجيب مش عارف ايه اونلاين فيبتدي يودي حوارات كتير. فنبتدي نشوف ابني، انا عارفاه كويس، فابني ابتدى يحور، ابتدى يكذب، ابتدى يقول حاجه، ابتدى في حاجات تنقص من البيت. والله لو يمسك المصحف يعني، والمصحف انا مش انا، يعني هو الفكره هنا فين؟ ان هو بقى مش موجود معايا، بقى موجود في حته ثانيه. طيب يمكن يعني هل الاعراض دي بتكون واحده في الادمان اي حاجه؟ يعني الادمان ده ممكن يدخل في اي حاجه في حياتنا. يمكن احنا دلوقتي بقى في بقى الادمان بتاع الانترنت وبتاع الجيمز وبتاع المراهنات الاونلاين والحاجات دي كلها، هل بتبقى نفس الاعراض ولا
معظمها متشابه آه. لان دايما اللي بيغلط دايما بيبقى مرتبك، دايما بيبقى عايز يبقى لوحده، صح، دايما محتاج فلوس كتير، فكل الاعراض شبه بس مثلا النوم، يعني مثلا المراهنات والانترنت بيبقى سهران طول اليوم، لكن المخدر بيشرب واظن ان في انماط، يعني حسب ما انا سمعت قبل كده من اساتذه يعني متخصصين ان في انماط للشخصيه القابله للادمان، سواء كان مخدر، سواء كان جيمز، سواء كان ايا كان الادمان نوعه ايه. طيب حصل لا قدر الله واكتشفت الاعراض دي، حلو. ابتدي منين؟ ابتدي بالقعاد والكلام معاه وانا مني ليه او مني ليها ونحاول نعالج الموضوع، ولا لازم الجا لجهه؟ يعني بصي في ناس كتيره للاسف ما بتلجاش لحد متخصص من البدايه، تقعد تقول لك انا هعمل وانا وهربيها وهربيها. طيب بصي، يعني هكون صريح معاكي ومن خلال تجارب كتير جدا. لو انت كنت عرفتي من الاول، صح. يعني موضوع بسيط جدا. لو حضرتك او حضرتك كنت عرفت، كنت منعت من الاول، لان وجودك صح في الوقت ده بيحمي من البدايه، وقايه. الله ينور عليك. مش هروح للحته دي، يعني انت بيتك مش هيتسرق لو انت طول الباب مقفول مفتوح طول الوقت، مش هتسرق، يعني انت فاهمه قصدي؟ فاحنا رحنا الحته دي لان في خلل في البيت، بعيد بقى عن نمط الشخصيات، ولكن في خلل في البيت. رجاء محدش، لان موضوع الادمان والمخدرات بقى النهارده معترف بيه ان هو بقى مرض، مش بقى سلوك. فمحتاج علاج، والعلاج مهم جدا ومحتاج متخصص، ومش دكتور يديله ادويه رجاء عشان بنغلط الغلطه دي. جزئيه اخيره، اللجوء لمتخصص في السن ده ممكن مش لازم يبدا من نوع مخدر، يبدا معايا اروح سلوك. بمجرد لو حتى تدخين، بالظبط، لو حتى تدخين ده بوابه الدخول للمخدرات في السن لان هو ما فيش حد دخل مخدرات من فوق لتحت، صح، جت تدريجي، صح، من اول السيجاره لحد الفيب لحد، وفي ناس بتحصل عندها حب الفضول ان هي تدرج. فاحنا مش هنعاقبهم بالحرمان من المصروف، لا احنا نروح لمتخصص. لا الكلام ده يا جماعه ارجوكم هيسرق. صحيح. يعني استاذ يحيى فؤاد، الاستشاري للعلاقات الاسريه، بشكرك على كل معلومه مفيده قلتها لنا، استفدنا بيها النهارده احنا، وكل اب وكل ام حريص على تربيه ومستقبل وحسن حياه او جوده حياه ولاده. نورت الدنيا كلها، ولنا ان شاء الله لقاء قريب مره ثانيه. شكرا استاذ يحيى. فاصل سريع ونرجع من بعده بقى نكمل حلقتنا النهارده، وخليكم معانا لطفا بعد الفاصل.